والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في الحقيقة هذه الكلمة كان خاصة تبرمج بداية الحفل، ولكن في الحقيقة أنا اللي اعتذرت عني نتكلم بداية هذا الحفل، لأنني في الحقيقة مازلنا ما عرفنا هذا الحفل شنو مغزاه ولا شنو وظيفته ولا شنو الهدف الأساسي من هذه الدعوة. إذا على العموم حتى وإن كان الناس ياسر منها مشى بها اللي سمعت فات سني لا يتكلم، وفيها اللي أنا متأكد أن كلامي ما ولا يعجبه، ياك سمعت غير الحاضر يبلغ الغايب. احنا هون موجودين في مدينة طنطان، وكان لابد نستغلوا الفرصة بداية أن نشكروا هذو الناس اللي جمعونا واللي عرضوا علينا واللي عيطوا لنا، بغض النظر عن خلفيات هذا الاجتماع ولا وظائفه السياسية ولا الانتخابية ولا أي وظيفة. احنا لا نتكلموا هون بتجرد، انطلاقا أولا من لبينا دعوة أولاد عمنا ولبينا دعوة هذه المدينة اللي نحن ننتموا لها قلبا وقالبا، حتى ما إلى عندنا مولي حتى ولو كنا ما لنا من سكانها. يا غير أنا كنعتبر نفسي واخا ساكن في مراكش وعايش فيه، أنا الصحراء تسكنني، ماني أنا اللي نسكنها. لهذا هذه المدينة ما لنا لا نبكوا على ماضيها اللي تكلم عنه الأخ قبيل. لماذا؟ لا، بكل بساطة أهل مكة أولا أدرى بشعابها، ثانية لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشكل ديال أي مدينة ولا ديال أي إقليم في الصحراء مشكل في ساكنته في مواطنيه، هما اللي يتحملوا مسؤولية هذه المدينة. مثلا طنطان اللي احنا نتواجدوا فيها ضريب، هذه من المدن الصامدة، من المدن التاريخية الكبيرة اللي صنعت تاريخ الصحراء. طنطان إلى رجعنا للماضي اللور شوي ورجعنا للسنوات السبعينات، نعرف عن طنطان هي مجد ديال صناعة الحدث. الطنطان مرقوا منه أبطال، الطنطان مرق منه حدث غير صورة التاريخ. لكن للأسف الطنطان ضريب نسموه مدينة للعبور، في الحقيقة يعبر منها كل شيء، يعبر منه البضائع والسلع والخيرات والناس الشرق وقبله. هذا شنو السبب ديالو؟ هذا السبب سكان مدينة طنطان هم المسؤولين، منتخبي مدينة طنطان هم المسؤولين، الناس ديال المدينة هم المسؤولين عن تنميتها ومسؤولين عن مستقبلها ومسؤولين عن رهاناتها. دريك نحن جينا هون ما لنا داينين حد ولا نحاكموا حد ولا لنا ضد حد. نحن في الصحراء نعرف حقيقة واحدة، هو على أن الصحراء تنبني أساسا على المعطى القبلي. حتى وين تكلمنا عن الديمقراطية ما لنا لا نغيبوا المعطيات القبلية حاضرة. يا غير أنا شخصيا أنا مع القبيلة وضد القبلية. مع القبيلة لماذا؟ لأنه أي إنسان يبغي ينمي قبيلته ويبغي تعود من أحسن قبائل الصحراء. يا غير مولي خاصنا نفهموا على أننا نرفض أنه أي قبيلة في الصحراء تستسعد على أي قبيلة، وأي قبيلة في الصحراء تعطي نفسها الحق أنها هي تتكلم باسم الصحراويين ولا تصنع تاريخ الصحراء. الصحراء للصحراويين كاملين، والصحراء لسكان الصحراء سواء كانوا من الشمال ولا من الجنوب ولا من السراغلة ولا من الشراقة ولا من كان. الصحراء الجميع الساكنة ديالها، لا يوجد ساكن مصري ولا ساكن صحراوي. هناك حدث نحن كاملنا لازمنا نساهم في حلحلة هذا الحدث والبحث عن حلوله. ما هي قبيلة واحدة، صحيح أن المنطقة مقسمة من قبل الدولة وهناك توازنات قبلية من قبل الدولة عارفة هذا ويجب عليها أن تحترم هذه التوازنات، ويجب علينا نحن أي مواطنين أن نحترموا هذه التوازنات ونعملوا على بلورتها في إطار ديمقراطي. احنا ما لنا ضد حد، احنا مع الديمقراطية. يا غير الديمقراطية راهي كلمة في المغرب يراد بها باطل. الديمقراطية احنا مجتمع مازلنا ما لا ديمقراطية، ومجتمع مازلنا نعودوا نفوسنا على بناء الديمقراطية. ولا بغينا نعودوا نفوسنا على بناء الديمقراطية عندنا مسألة هي الأولى، يا إما نلوحوا القبلية ورانا ونتكلموا كمواطنين صحراويين مغاربة ونحيدوا القبلية ولا يتكلم حد باسم القبلية. يا غير مولي وين نعودوا نرجعوا ونلقاو بزاف ديال الناس يوظفوا المعطى القبلي في الرباط
ويوظفوه في جبهة البوليزاريو ويوظفوه في باريس في نيويورك في الأمم المتحدة، ونجم نلوفوا كاملين ونقولوا وين هم موقعنا احنا كاملين كقبائل الصحراء كاملين وكساكنة هذه الصحراء. طنطان مدينة أنا نحترمها ونحترم تاريخها، اللي نعرف أنه للأسف الشديد من هنا صنع التاريخ ومن هنا صنع الحدث. ولكن دريك إذا قبضنا طنطان كنموذج الأقاليم كاملة بليميم غيره، احنا خلينا غير في هذو المناطق، أنا ما نتكلم على العيون ولا على الداخلة، هذيك مناطق لها وضع خاص. احنا نتسالوا عن وضع مناطقنا فيما يهيأ له. انتم تتكلموا دريك على مسألة بسيطة، يعني قصر النظر اللي نشوفوا من هون ل 25 نوفمبر 25 نوفمبر لأن هناك انتخابات. المسألة عند قليمي وطنطان وهذه الجهة كاملة أكبر من مسألة انتخابات. المسألة هو موقع هاتين المدينتين بساكنتهما الأصلية وغير الأصلية والوافدة واللي ما هي وافدة فيما يدبر له في ملف الصحراء. واش عندنا حضور في هذا الملف ولا ما عندنا حضور فيه؟ حد يطالب، احنا ما نطلبوا حد، نقولوا يا مولانا هذوك اللي يتجمعوا نهار الاثنين في العيون هزوا لنا طنطان ديروا مع المناطق المتنازع عليه. احنا ما بغينا ندخلوا طنطان ولا قليل في منطقه متنازعه، احنا بغينا هذو المناطق وعندهم وضعهم خاص بساكنتهم هي اللي تصنعها، ونقولوا للدوله على انه اي حل ما ينطلق من هاتين المدينتين باطرهم وبساكنتهم وبشبابهم راهو ما هو كاين ولا موافقين عليه. لأن نحن ما نستجداو الدولة تعرف قيمتنا، انتم ما تعرفوا قيمتكم. الدولة انتم اللي صنعتوا جبهة البوليزاريو، وانتم اللي صنعتوا قديميزيك البارح، وانتم اللي قادرين تصنعوا تاريخها، يا غير انتم الخطأ فيكم. الخطأ فيكم انتم، ما هو في الدولة راهي ما تعطي، لا تجيب الهدايا، الدولة ينتزع منها الحقوق، يا غير نحن نطالبوا بانتزاع الحقوق الديمقراطية، لأننا فوضويين ولأن أناس لا ينهرسوا مبادئ الديمقراطية. صحيح أن المغرب انخرط في المسلسل الديمقراطي وانخرط في بناء أوراش كبرى، يا غير بغينا هذه المنطقة ديال الصحراء وهذه المنطقة اللي نعيشوا نحن فيها تعود نموذج كبير التسويق مشروع ديمقراطي يخلينا نبينوا كما كنقولوا دائما في خطاباتنا، وهذه ما هي خطابات عنصريه ولا شوفينيه ولا، هذه خطابات مبنيه على ارقام ومعطيات. هاتين المنطقتين قليمي وطنطان يتوفروا على اكبر جاليه صحراويه في الخارج، يتوفروا على اكبر اطر جامعيه داخل وخارج المغرب. موقعهم في الخريطه السياسيه في الصحراء شنو؟ انتم الى عدتوا ما بغيتوا تموعقوا روسكم وتخلصوا الانتخابات راهي تفوت، ونبشركم اللي في الانتخابات في الصحراء. إذا عندنا نتكلموا الناس كاملة والصحافة والإعلام والمجتمع كامل يتكلم عن الفساد الانتخابي ويتكلم عن شراء الذمم ويتكلم عن بزاف، جزء من هذه المسؤولية ملقاة على الساكنة. أنت اللي تبيع، اللي نقر عليك عطاك، أنت كتبيع راسك، إذا أنت متحمل مسؤولية صوتك. ثانية أنا كنقول إلى عاد الفساد 60% داخل المغرب، للأسف الشديد الفساد 2000% في الصحراء، ونحن اللي صنعنا هذا الفساد وكونا شبكة من المفسدين ندافعنا عنها، ياك سمعت، ومازلنا كندافعوا عنها. احنا ضد تفصيل الخرائط الانتخابية، احنا مع الديمقراطية، مع اللي يتمرقوا صناديق الاقتراع. غير إلا عندنا نسمعوا من ضريب أن الخريطة الانتخابية في الجهة وفي الصحراء كاملة وفصلت، لاش لا نمشوا نحن كاع، ولاش لا نترشحوا، ولاش لا نعودوا فاعلين في هذا المجتمع. احنا لا، إذا عدنا نتكلموا ونسوقوا خطاب ديمقراطي خاصنا نعودوا بمستواه، والدولة يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها. لماذا؟ لأن راهو كيف ما بدا الحدث من طنطان ومن قليميم، راهو الاستقرار أيضا ديال الصحراء وديال المغرب يبدا من الجنوب، الخير يأتي من الجنوب كله والشر أيضا يأتي من الجنوب. إذا الدولة يجب أن تنخرط في تدعيم المسلسل الديمقراطي وفي محاربة الفساد، وما تقول أنتم استثناء من القاعدة لوائح ولا كذا ولا محاربة توقف عند قادير. لا، احنا إذا عندنا في المغرب يطبق علينا الدستور اللي صوتوا عليه 99.99%، ولا قال لكم حد تصوتوا عليه. إذا إذا عدتوا تصوتوا على الدستور لن يحينا ولن يطبق في المنطقة بدعوى الخصوصية،
بدعوى الاستثناء، بدعوى التوازنات القبليه. اش هي فائده الخطاب الديمقراطي اللي حنا نتكلموا فيه؟ رانا كنتكلموا في الهواء، لان